اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه النيل الرياضه وبرنامج ابطال التحدي. النهارده اعزائي المشاهدين معانا حلقه خاصه عن بطوله الجمهوريه لكره القدم لقصار القامه، ويسعدنا اعزائي المشاهدين ان يكون معنا الكابتن مصطفى وليد شعبان. وليد عصام. وليد عصام منورنا كابتن وليد. انا واحد صاحب حضرتك. لكن قبل ما نتكلم مع كابتن وليد عصام بس عايز اقول حاجه معينه، ان كان في بطوله مراكش لالعاب القوى وكان منتخب مصر شارك فيها من اسبوعين، وكانت بطوله مؤهله. وطبعا واحنا هناك طبعا كان بشكر الاستاذ حميد العون رئيس اللجنه البارالمبيه المغربيه، كادر رياضي محترم، قدر عامل جاب اكثر من 64 دولة في هذه البطولة، بطولة مراكش الدولية دي الثامنة. وكان متواجد رئيس اللجنة البارالمبية الدولية مستر أندرو بورسون، وكان متواجد، وأيضا كان متواجد وفد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة طبعا. وكان اجتماع مثمر، وطبعا ده مستر أندرو بيرسون هو قدامنا من الشخصيات المحترمه، هو رئيس اللجنه البارالمبيه الدوليه، ومستر حميد قدامه طبعا رئيس اللجنه البارالمبيه المغربيه. وكان في تسليم الهدايا التذكاريه، وكنا معانا وفد من الاتحاد العربي طبعا متواجدين، وقعدنا نتكلم عن دور الاتحاد العربي في نشر الرياضه. كان موجود الاستاذ عسكر الحارسي والاستاذ عامر الشعار والاستاذ اسماعيل المرزوقي قدامنا، والاستاذ طبعا حميد العون كانوا متواجدين من الاتحاد العربي، وكانت مقابله مثمره جدا. وكنا اتكلمنا ان الرئيس الشرفي للاتحاد العربي هو سعاده الدكتور الشيخ الدكتور خالد بن ساني ابن عبد الله ال ثاني، الرئيس الشرفي للاتحاد العربي، وكيفيه دعمه للاتحاد العربي لرياضه الاشخاص ذوي الاعاقه. طبعا سعاده الشيخ الدكتور خالد كان داعم اساسي للاتحاد العربي، وان شاء الله هيكون في مقابله قريبه بين رئيس الاتحاد الشيخ خالد وبين رئيس اللجنه البارالمبيه الدوليه، وسبل التعاون طبعا بين الاتحاد العربي واللجنه البارالمبيه، بين الاتحاد العربي وبين اللجنه البارالمبيه الدوليه. وايضا عايز اشكر بعض المتطوعين اللي كانوا بيساعدوا مجموعه الاتحاد العربي اللي قدامنا دول. طبعا في مصطفى الفكاوي من المغرب، والاستاذ جمال عبد الغفور، والاستاذ مصطفى الخميسي، والاستاذ عبد الرحيم ملحود، والاستاذ متفائل محمد، والاستاذ ميلود زيتوني هتلاقيه في الصوره اللي بعديه طبعا من المغرب، واستاذ سمير بوري. والناس دول بصراحه المغرب ومصر يعني طبعا المغرب بلد جميله جدا. وفي صوره كده بس جيبها لنا استاذ عليان مع استاذ ميلود، كنت انا وهو لوحده. مصر والمغاربه بيحبوا المصريين، ومغرب بلد جميله وبيحبوا المصريين، وبلد ده طبعا ده صوره رئيس اللجنه البارالمبيه الدوليه، وفي صوره مع الاستاذ ميلود زيتوني من ده طبعا اعضاء مجلس اداره في الاستاد، ومعانا اندرو بورسون هنا رئيس اللجنه. ولسه في صوره الاستاذ ميلود زيتوني هتيجي دلوقتي، على اساس بشكرهم، وهم بيشتغلوا بجد واخلاص. وطبعا انا بشكر اللجنه البارالمبيه المغربيه على طبعا استضافتها ونجاح البطوله. طبعا معانا ما دام احنا بنتكلم عن كره القدم لقصار القامه، يبقى طبعا حضراتكم عارفين ان في اتحاد تحت التاسيس برئاسه الاستاذ علي شعبان، ونائب رئيس مجلس الاداره الفنانه القديره نهال عنبر، اللي هي دايما بتدعم هذا الفئه من الابطال، وهذه الفئه من الابطال طبعا. وهي معانا على التليفون دلوقتي، وبنقول لها الف مبروك على نجاح الدوري العام. اهلا بيك يا مدام نهال. اهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اولا انا يعني بشكر حضرتك على دعمك لكرة القدم لقصار القامة، وطبعا حضرتك نائب رئيس الاتحاد المصري لقصار القامة تحت التأسيس، وده هيكون مش كرة قدم بس، هتبقى كرة قدم والعاب اخرى. فانا بشكر حضرتك طبعا، وبقول لك مبروك على البطولة الدوري اللي كانت موجودة او انتهت الاسبوع اللي فات. احنا عندنا لعيبه جامده قوي يا فندم، احنا عندنا لعيبه جامده جدا والله،
احنا عندنا لعيبه جامده وفي 6 فرق اقوياء، وكان نفسي ال6 يكسبوا بس ما كانش ينفع. وبعدين احنا الحمد لله احنا بس مستنيين الاشهار ان شاء الله، اشهار الاتحاد، وده يعني ان شاء الله في خلال فتره صغيره. واللي بنطلبه كمان ان احنا ان شاء الله بقى يعني في وعد من اللجنه البرلمانيه ان شاء الله ان احنا ننزل في البطوله العالميه ان شاء الله. هو ان شاء الله طبعا هيكون في تواجد عربي اكيد، وان شاء الله بعد كده هيبقى في بطولات دوليه، وان شاء الله انا بوعد حضرتك ان هيكون في اول حاجه بطوله عربيه اذا كانت للانديه، وخصوصا ان انتوا بداتوا تشتغلوا، وانا شايف الحب الصور الموجوده تفاعل حضرتك مع هؤلاء الابطال. ده بصوا ابطال جامدين جدا، انا حضرتك لو اتفرجت على الماتشات جامده. وكان اخر ماتش في الدوري كان يعني بين اسوان والاهلي، بنك الاهلي، كان ماتش جامد يعني. كنا بنقوم نقف ونقعد وجوان، يعني كانت حقيقه ماتش حلو جدا، وعندنا لعيبه ممتازين الصراحه يعني. ومعانا كابتن وليد عصام طبعا نجم النادي بنك الاهلي وموجود. طبعا اهلا بيك. وكان عايز يقول لحضرتك حاجه يعني. اتفضل يا استاذ وليد. كابتن وليد. الحمد لله. طبعا احنا بيسعدنا ووجودك دايما معانا، ودايما داعم قوي لينا، وبنشرف بحضرتك اللي انت في المنظومه معانا جدا طبعا، وداعم اقوى لينا. يعني احنا بقالنا 5 سنين كنا بنعاني الاول الحمد لله، بس اتفاجئنا بوجود حضرتك معانا، فده شيء يسعدنا جدا بصراحه. انا استاذ علي اول ما كلمني وقال لي واتفق معايا على ان انا ابقى نائب رئيس اتحاد معاه، انا على طول وافقت، لان انا بحب الرياضه، ده واحد. ثانيا انا بعتبر ذوي الهمم هم ذوي همم فعلا، وان هم قادرين يعملوا بطولات لمصر وميداليات وحاجات جميله، وعندنا موظفين وعندنا ناس على ثقافه عاليه جدا ولياقه رياضيه عاليه. فانا عارفه ان احنا ان شاء الله هنوصل لحاجه كبيره باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، وشكرا طبعا لحضرتك على وقفتك جنبنا والدعم الجامد لينا، وان شاء الله نرفع راسكم ونرفع راس اللجنه البرلمانيه. ده اكيد ان شاء الله. يعني انا بقول لك انتوا لعيبه كويسه. ربنا يخليك، تسلمي. والله لعيبه جامده جدا، وحتى البنك الاهلي كان بيلعب كويس جدا جدا، واسوان لعبوا كويس، والمركز الثاني صح كنا الحمد لله. الحمد لله. فالمركز الثاني برضو كان مركز مش قليل ومجهود كبير حقيقه. الحمد لله. بالتوفيق، وان شاء الله انا معاكم في كل حاجه، وان شاء الله نسمع التشهير قريب. يعني الخبر ده يجي لنا حلو كده يفرحنا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يا استاذه نهال، طبعا انا حاسس ان حصل دفع قوي جدا بوجود حضرتك، ولما يمتزج الفن بالرياضه هي ده المجتمع الصحيح والصحي. طبعا. فدي ان شاء الله كده نتمنى التوفيق لحضرتك ولكافه اعضاء مجلس اداره. وطبعا انا عارف ان حضرتك مشغوله وعندك تصوير، وانا بشكرك ان حضرتك خدنا من حضرتك الوقت ده. ربنا يخليك، وانا بشكر اللجنه البرلمانيه حقيقه على تعبها معانا. يعني بشكر جدا اللجنه البرلمانيه على ان هم دايما سبورت لينا جامد يعني. شكرا. وان شاء الله نلتقي في بطولات بقى عربيه ودوليه قادمه ان شاء الله. في انتظار الخبر الحلو. ان شاء الله طبعا. شكرا للفنانه نهال عنبر، طبعا نجمه طبعا السينما والتلفزيون، وطبعا نائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم لقصار القامه بصفه عمومه. يعني طبعا افتكر مفيش حاجه كده يعني فن كمان بيشجعوك. الحمد لله طبعا، وانا بقول لك خطوه كويسه جدا، وطبعا المنظومه كلها، وقبل اي حاجه طبعا نسال الله عز وجل ان يشفي استاذ علي شعبان، لسه قايم من العمليه بعد السلام عليه. طبعا مجهود كبير، يعني كان لسه معانا في نهايه الدوري، يعني الراجل مشكورا روح عمل عمليه بعدها بساعات قليله، فنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله، وبنشكره على المنظومه كلها. واحنا الاول كنا بنعاني حضرتك بقول لك، بس الحمد لله كنا بادئين ب5 تنفار، من دلوقتي حوالي 6 7 أو 8 فرق، يعني عدد كبير. وسافرنا كذا سفريه، سافرنا المغرب، والحمد لله حققنا بطوله هناك 2019، وسافرنا تاني 2023، والحمد لله برضك حققنا مركز. وطبعا بنشكر طبعا حضرتك، كنت جايب سيره الدوله المغربيه، وفعلا بيحبوا المصريين فعلا، وناس كويسه جدا. بس طبعا ونشكر اللجنه البرلمانيه والدكتور حسام واستاذ عماد رمضان، وطبعا المنظومه كلها عشان ما ننساش حد.
وانا كنت لاعب في زي ما قلت لحضرتك كنت بلعب قول لي بقى، اتفضل. انت طلعت يعني بطل قوي كبير جدا يعني، ونشاطك كتير. قول الحمد لنا بقى لله. بدايتك وتاريخك الرياضي. والتاريخ الرياضي هو طويل شويه الحمد لله، بس اتفضل. طبعا نعمه من عند ربنا. انا بدأت وانا عندي 8 سنين لعبت كوره، ولعبت في كذا نادي الحمد لله، وجالي عروض من بره بس ما حصلش نصيب عشان طول القامه والكلام دوت اه. طبعا حمدت ربنا، يعني جالي من الكويت وجالي من تركيا، بس حمدت ربنا طبعا. وتواصلت على السوشيال ميديا وتواصلت مع استاذ علي شعبان، وراجل مشكورا قابلني واختبرنا، ودلوقتي بعد 5 سنين مجهود 5 سنين بقت كابتن المنتخب بعد كابتن احمد ابو سجده. والاول كنا بقى هنا بنعاني الاول 5 6 انفار، دلوقتي زي ما قلت لحضرتك بسم الله ما شاء الله 8 9 فرق دلوقتي. ولعبنا الدوري ده الدوري الثاني على التوالي، ولعبت السنه اللي فاتت في الاهلي الملاحه، والحمد لله انا حققت معاهم الدوري ورحت انتقلت للبنك الاهلي حققت بقيت المركز محترف الثاني. دلوقتي بقى، البنك اه الاهلي الحمد خدك لله بقى. الحمد لله نعمه من عند ربنا، وطبعا بشكر كل الفرق، وطبعا فرقه اسوان الف مليون مبروك عليها، كلهم اخواتي وحبايبي، وانا مبسوط لهم ما جدا هو اللي فرقه هم اسوان ان خدوا شاء الله الدوري. الاسبوع الجاي الجزء الثاني هيكون معانا بقى الكابتن محمد يحيى طبعا. اه محمد يحيى وهيكون معانا تليفون حارس مرمى المستشار عبد المستشار عبد عبد الفتاح الفتاح. سليمان. طبعا ده صديق، وان شاء الله هنتكلم بقى عن نادي اسوان. لا فريق كويس بسم الله ما شاء الله عليه، وانت ولعيبه عندكم كويسه. سياده المستشار اشرف نصار رئيس عشان النادي. طبعا بشكورا طبعا بشكره جدا، وبشرف المجلس الاداره كله عشان ما ننساش حد. وبشكر اللي هو اشرف اللي هو اشرف نصار بصراحه عامل بصراحه طفره كبيره، اذا كان في كافه رياضات البنك الاهلي، وخاصه ذوي الاعاقه بيهتم بيهم وبيحضر مبارياتهم، واذا كان في مثلا تكريم بيكرمهم. فتحيه خاصه للواء اشرف نصار الرياضي المهتم بذوي الاعاقه، طبعا بخلاف طبعا نتائج البنك الاهلي في الدوري العام يعني. الحمد لله. احنا ما اول ماتش نخسره يعني هو يعتبر النهائي، الحمد لله انا كله مكاسب وتعادل واحد بس الحمد لله. بس طبعا الكره مكسب وخساره زي ما بيقولوا، وانا طبعا مش زعلان، انا فرحان لفرقه اسوان جدا اللي هم خدوا الدوري، وفرقه كويسه جدا. وطبعا هيبقى معاك كمان بعد دقائق قليله هيكون معاك محمد يحيى احسن حارس في البطوله، وهو يستحقها عن جداره بصراحه. طيب قول لي بقى، الرياضه عملت فيك ايه؟ سؤالنا العادي دايما اللي احنا بنقوله، الرياضه عملت ايه مع الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ أو الرياضه ذوي عملت احسن حاجه ممكن الواحد يتخيلها، غيرت فكره الناس عن موضوع الاقزام وكسار القامه. احنا الاول كنا نمشي في الشارع في تريقه انا ما بتكلمش عليها شخصيا، ممكن عموما. عموما عن الناس تريقه نظرات. لا الرياضه وصلتهم في حته تانية خالص، دلوقتي مثلا جايين في الشارع الناس عارفانا. هي كابتن اه كابتن. فدي طبعا انا بشكر جدا الناس كلها وبعدين الاعلام اللي بيهتم ساعدت. بيكم دلوقتي، اه دي حقيقه طبعا وبينقل بعض اللقطات من مبارياتكم، دي حقيقه. يعني بتبقى، وبعدين بتبقى شغاله ساعات كمان لايف على الفيسبوك، الماتشات طبعا بتاعتكم. طبعا. وفي صفحه المنتخب المصري لكره القدم لكسار القامه دي كل الماتشات بتاعتنا بتذاع عليها وكابتن عليان ان شاء الله هيورينا جزء منها ان شاء الله. فدي ده قول لي بقى، لما انت كنت تخيل انت هتلعب كوره، او مثلا ولو دخلت لعبه تانية قبل كره القدم؟ لا انا حياتي كلها كره القدم امم يعني بصراحه، يعني لعبت كره قدم في حتت كتير جدا، بس المجموعه اللي انا دخلت معاهم دول نسيتني كل حاجه بصراحه، وبقيت معتمد عليهم يعني. حتى الفراوده بقى. جالي درجه رابعه حتى العب دوري درجه رابعه ملاعب 11، بس انا حابب انا اكون مع الناس دي بصراحه يعني. اه عيله بمعنى اصح، بعيد لا. بقى عن مين يكسب مين يخسر، هم لا، عيله وبعدين في دخلت وسطنا. بقى في المجال بتاعك، هو يعني مجالي تبقى بصراحه. انت بطل في مجالك. كلنا ابطال الحمد لله. اه. مش هتكلم عن شخص انا بس، لا كلنا ابطال. يعني حتى لو في حد مثلا كلمنا ما بيلعبش مثلا مالوش في الكوره، لا احنا ما بنسيبهوش، احنا بنحتويه، بناخده وسطنا. معلش يلعب كوره يلعب حاجه تانية، يلعب سباحه يلعب جله. ايه الالعاب اللي انتوا بتلعبوها؟ انا بتلعبوا العاب قوه وابطال في العاب القوه في الجله والقرص، وفي السباحه. في السباحه شيكا بسم الله ما شاء الله عليه، بيتدرب مع كابتن خالد حسان. شيكا كويس جدا في السباحه. بتعرف تعوم ولا لا؟ انا لا انت بصراحه كوره بس، انا فوق الميه مش انا تحت كوره، الميه. وكنت بلعب وثب طويل ومحقق فيها اول جمهوريه كذا مره اه وبلعب رمح برضه العاب قوه. تمام. بس انا بصراحه مش مواظب عليها قوي. الكوره حاجه تانية بصراحه بالنسبه لي. طب ليه ما جربتش تتعلم سباحه؟ الوقت. يعني انت مع شيكا يعني. ما هو الوقت بصراحه مش
انا وقت كله لشغلي مثلا، للبيت، للكوره، مفيش حتى وقت ان انا اعمل اي حاجه تاني. دلوقتي خلاص بقى الناس عارفه بقى ان انت عندك برنامج في التلفزيون مثلا، الناس هيستقبلوك، انت هيذيع عندك ماتش بيتفرجوا عليك، يعني بدات الدنيا تتغير. كتير جدا، واقوى داعم ليا طبعا صحابي ووالدتي ووالدي والناس كلها حبايبي، بيستنوني كل ماتش، والناس جت الاستاد اتفرجت على الماتش وبيسالوا عن الماتش الجاي امتى. فدي خطوه كويسه اصلا في مجالنا احنا، قول لي والنظره بقى إيه بتختلف. النظام الدوري عندكم بقى، يعني بيبقى مره واحده ولا مراحل؟ لا، على مراحل طبعا، عشان ساعات بيتعمل من مجموعه واحده وساعات بيتعمل من مجموعتين. فمجموعه واحده طبعا بنوصل لماتش فيصل زي اللي احنا لعبناه السنه دي، لو مجموعتين حسب الوقت. وعندنا لسه كاس مصر جاي ان شاء الله. بس هو الدوري بقى بيبدا مع لو 6 فرق، بيتقسم، بتتلعب على مجموعه واحده، اه وبتلعب نص نهائي لكن انتوا وربع 8. نهائي. احنا 8 9 فرق، بس طبعا في فرق دلوقتي ما لعبتش عشان عندها مشاركه في باريس اه في الدورات البارالمبيه 24 اللاعبين اصلا لاعبين. بيكونوا بيلعبوا العاب قوه او العاب تانية. فطبعا في لعيبه ما لعبتش دوري مثلا، خافت تتصاب ولا الكلام دوت. فطبعا نتمنى لهم كل التوفيق طبعا في اولمبياد باريس 24 ان شاء الله، دي عشان العاب ويحققوا لنا قوه او ميداليات رفع العاب قوه اثقال. ورفع اثقال. اه نتمنى لهم طبعا وبعدين انتوا عندكم في رفع اثقال ابطال بسم الله ما شاء الله، ومشاركين السنه دي، وان شاء الله يحققوا ميداليه كويسه لمصر ان شاء الله. منياوي. انا لا المنياوي المنياوي، وفي بطل المنياوي، رفع الاثقال. وفي فؤاد، كابتن فؤاد، وفي كابتن نوسة الجبالي، او كابتن ايناس وكان في كابتن الجبالي. حنان اه رفع حنان الاثقال، فؤاد. حنان فؤاد. فعندنا ابطال كتير قوي يعني بعيد عن كره القدم، وان شاء الله يحققوا ميداليات السنه دي ان شاء الله، ويرفعوا علم مصر زي ما احنا رفعناه في المغرب ورفعناه في الاردن، نرفعه برضك ان شاء الله طيب في انت باريس. لما سافرت المغرب بقى، كان احكي لي على بطولة المغرب وانا عارف ان كان فيها شد وكنت ممكن تكسبه يعني كانت اول بطولة دولية ليكم؟ احنا اول بطوله كانت 2019، كانت بطوله وديه امم في 2019، والحمد لله رحنا كسبنا المغرب الماتشين الحمد لله. احنا يعتبر دلوقتي المنتخب الوحيد اللي على مستوى العالم ما خسرش ولا ماتش دولي طب الحمد لله. انتوا كام فريق عربي بيلعب كرة قدم اقزام، عشان لو حبينا نعمل بقى ايه بطولة دولية؟ ما احنا عملنا كاس عرب هنا، امم عملنا كاس العرب والحمد لله اللي كانت في مصر شرم الشيخ. ومصر كان حققته كان الحمد كام لله. كان كام كان 9 منتخبات او 10 9 منتخبات. او 10، وكان في ضيف شرف طبعا اسبانيا، اه لعبونا اول ماتش كسبناهم برضه 4-0، ولعبنا العراق وكسبناها. واسبانيا هي اللي كسبت البطولة ولا انتوا؟ احنا كسبنا انتوا البطوله. كسبتوا اسبانيا. انا بقول لك ما خسرناش ولا ماتش دولي اه على مدار من 2019 لحد دلوقتي، ولا ماتش دولي خسرنا هو بعض الحمد لله. الدول عندها جمعيات مش انديه لسه، مش اتحادات زيكم يعني. لا، في احنا طبعا برضك معلومه، برضك احنا اول بلد في العالم تعمل دوري. طبعا دي خطوه كويسه اتحاد. جدا اه جدا. عاملين دوري، اول دوله في العالم تعمل دوري لاكسار القامه. طبعا ده طبعا بعد تعب كبير جدا من الاستاذ علي شعبان، لا علي، وعمل مجهود بصراحه نقول له فائق الف سلامه جدا، لعلي واتمنى شعبان. له الشفاء العاجل. وراجل مشكورا واقف معانا من 2018 لحد دلوقتي، ما يعني بذل انتوا كل حاجه بصراحه. ميزتكم كلكم بتحبوا بعض، كلكم على قلب رجل واحد، فتبقى ايه الحب متبادل، ما دام في حب في مجال خلاص. ما أنا لسه قايل لحضرتك احنا عيله، مم. يعني احنا عاملين زي دلوقتي، عاملين زي يعني السمك انا جوه امبارح الميه. كنت بكلمه وكان هو يجي طبعا عشان ظروفه، فكان عنده طبعا في اسكندريه انا كنت ابطال عنده انا كتير كنت وانت عنده كنت امبارح موجود انا كنت عنده. عنده امبارح اه وقعدتوا فوق بقى والنور حصل. اتقطع وما قدرتوش تنزلوا. طبعا يا علي خد بالك الحاجات لا، مش دي. هننزل بال 13 احنا. نزل 13 والنور مقطوع، فانتوا بقى قعدتوا بقى بس فرصه لا. تتغدوا وتتعشوا. طبعا استاذ علي طبعا بيت الكرم طبعا، واسكندريه طبعا منوره بيهم طبعا وباهلها، وكان شرف ليا ان انا اروح له بصراحه، وده اقل وجع بعمله طب عشانه انا كنت بصراحه. بكلمك امبارح قالوا انت عندي، بس هم مش قادرين ينزلوا عشان الاسانسير، هو فانتوا بقى ما حصل. صدقتوا حصل. قلنا نتغدى ونتعشى عنده بقى. حصل. الحمد لله يعني. انا مبسوط جدا ان انا رحت له امبارح، عشان الراجل ده اقل حاجه اللي احنا نعملها له طبعا حاجه زي كده. الراجل تعب معانا كتير قوي على مدار لا السنين لا اللي تعب، فاتت. مجهود جبار بصراحه، وفائق جدا، زيادة كتير قوي يعني، شال كتير على كتفه. والراجل يعني كان في اوقات كل يوم والتاني في القاهره، يعني من اسكندريه للقاهره. تكاليف برضه بره التكاليف كمان الصحه. اه وماكسيمال يجي القاهره لاسكندريه، من اسكندريه لشرم، وسافر بره عشاننا، وعمل حاجات كتيره جدا. وان شاء الله يعني نتمنى بقى ان احنا نعمل بطوله دوليه ان شاء الله ونشارك فيها، وبطلب من اللجنه البارالمبيه احنا ان شاء الله نشارك. بنحاول بننسق كده ان نعمل بطوله عربيه كده للانديه او للمنتخبات. احنا ممكن نعمل بطوله تبقى برضك ممكن افريقيا اسيويه، عشان في فرق كتير برضك ممكن يعني نعملها في ايه مفتوحه.
بطوله ممكن. عربيه مفتوحه. يعني في العراق وفي فلسطين وفي الاردن وفي في افريقيا، والمغرب فيها وفي المغرب، وفي اه. في افريقيا في غانا وفي كوت ديفوار وفي الكاميرون، لا دي ان شاء وفي الله. في وبعدين كذا فرقه احنا بسم الله ما شاء الله كمان دلوقتي. السنه دي خلاص كل الدول مشغوله باولمبياد باريس، فما فيش حد هيقدر يعمل بطوله جديده عشان مصاريف. فان طبعا شاء الله بوعدكم ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله ممكن يبقى في بطوله عربيه، الله وخصوصا المستعان. ممكن نعملها هنا في مصر، خصوصا ان مصر ان شاء الله الاسبوع الجاي عندها بطوله افريقيه لكره القدم للصق الواحد. ده الاسبوع الجاي. يعني كره القدم عامله شغل كبير، طبعا بسم الله ما اذا شاء كان الله. قدم للصق الواحده او كره قدم لكسار القامه. وبعدين كمان ايه، الوزير بيحبكم. طبعا أستاذ الدكتور اشرف صبحي لكل الشكر طبعا، برضك تعب معانا الفتره اللي فاتت برضه، وهو بصراحه زي ما بيقولوا حطينا على اول سلمه اه بصراحه، يعني مشكورا جدا، هو اللي انتوا حطينا على عملتوا اول اول بطوله في شرم الشيخ، بطوله اللي في هو شرم اللي هو الشيخ. خالد فوده برضو اللي هو خالد فوزي طبعا محافظ مشكورا برضه، طبعا الراجل واقف معانا في كل حاجه، كان معاكم على طول. على طول في كل حاجه من 2019. لا ما هي بص، بصراحة. هي الدنيا علاقات، ولما تيجي بطولات زي دي وتلاقي الناس المسؤولة بتشجع اللاعبين، وسيادة الرئيس مهتم بذوي الإعاقة، فالدنيا كلها بتشجعكم يعني. هو الحب بيعمل كل ده، طب عشان انت الناس بتحبنا قبل في ما سعادتنا. قبل ما يعني الحلقة تخلص او اتفضل. الجزء بتاعك يخلص، اتفضل. انت نفسك في ايه؟ نفسي او في انت ايه؟ عايز تقول ايه للناس، للجنة البارالمبية اللي شايفينك، انا للمسؤولين؟ نفسي نلعب كاس عالم، ان وانا شاء على الله. التلفزيون وفي وسط الناس كلها اهو، اوعدهم ان منتخب مصر يحقق كاس عالم. تاني بقى نفسك في ايه تاني عشان دي؟ نلعب كاس عالم، او نعمل احنا كاس عالم. اه ووعد الشعب المصري كله على التلفزيون وعلى الهوا اهو ان احنا نحقق كاس العالم، ولو ما حققناش كاس العالم يعني انتوا مهاراتكم تكسبوا اي فريق في العالم. طب اقول لحضرتك حاجه، لدرجه ان احنا لو ما حققناش كاس عالم نلغي النشاط كله بتاع كسار القاب. ده ايه الثقه دي؟ انا مش واثق في نفسي، انا 37 سنه او 36 سنه دلوقتي، فانا معانا 11 أجيال. ولا خماسيات؟ خماسي. خماسيات. ملعب خماسي. مع الخماسي. انا معايا مهدي، انا مش عشان لسه حد، مهدي بدر مارو، الناس ديت، لعيبه. الناس دي احرف ناس في العالم ما شاء الله. يعني، بسم الله ما شاء الله. في نادي البنك ولا في نادي اسوان؟ كل الانديه، اه يعني نادي اسوان، وفي محمد حسين دونجل، الله اكبر يعني. دونجل ده حريف، الله يعني أكبر ما شاء يعني. الله. يعني في لعيبه كتيره جدا، اشول وبيلعب في كابتن بيمينه. عجمي، وفي انا عشان ما انساش حد، بس بصراحه احنا معانا منتخب يوصلنا في حته تانيه خالص. يعني دي يعني يعني نعمل اي بطوله عربيه أي بطولة. افريقيه ضامنينها ما يعني. انا بقول لحضرتك في اول الحلقه، انا بقول لك ما خسرناش ماتش دولي. امم رحنا لعبنا من السنه اللي فاتت، لعبنا في المغرب على ملعبهم وفي وسط جماهيرهم، كسبناهم 5 الحمد لله يعني. وانا فاكر كان في مشكله في الناس اللي ما كانوش موجودين وجم لعبوا، جابوا بس ناس شويه كده لا، متعودين على الكلام ده. اسوياء شويه. احنا متعودين على الكلام ده. انتوا ليكوا دلوقتي المفروض قصير القامه تمام. ما يزيدش عن 140 سم. لا هو 140، هو من طول من لحد 140 ده الطبيعي في الملعب. بيكون في واحد استثناء، في واحد استثناء. واحد استثناء يعني مثلا زي انا يعني 142، في واحد استثناء فوق ال 140. واحد بس. واحد من قد 140 ايه بقى؟ من 140 ل 147. يعني في 7 سنتيمتر استثناء لاعب واحد فقط، 147. بس بشرط يكون في اعاقه. في رجله. رجله او ايده، المهم يكون في اعاقه. زي دونجا كده. ما ينفعش مثلا واحد يكون مثلا 100 سم، ممكن واحد يجيب لك 101 وسليم. بس سليم، ده ما ينفعش. عنده مثلا طول في الرجل، شلل اطفال مثلا. ممكن انا عندي طول اطول من الرجل، انا عندي في رجل اطول من الرجل شويه، فدي بلعب استثناء بيها. هو ده القانون. الشرط. بيكون 5 زي دونجا. مين لا دونجل. دونجل. لا دونجل اقل من 140. اقل من 140 ده متاح. متاح. بس حريف. بسم الله ما شاء الله، عيني برد عليه. لا بسم الله ما شاء الله. ويعني لا تحس كده ستايل لعيب يعني. لا والله بص حضرتك، احنا اللي مساعدنا في اللي احنا كنا نبقى كويسين، اللي احنا بنحب بعض. ان شاء الله يا ريت يا استاذ عماد او استاذ عليان في الجزء الثاني تجيب لنا بعض اللقطات من الماتشات في الصفحه بتاعتكم، اسمها ايه؟ المنتخب المصري لكرة القدم لكسار القوم. دي صفحه الفيسبوك. صفحه ان شاء الله الفيسبوك. في الجزء الثاني هنجيبها عشان الناس تعرف بقى مين دوجل مين جد. وانت برضو تبقى تبين لاستاذ عليان على وانت بقى مستنينا في الجزء الثاني. تمام. في الاستوديو تبقى تقول له يعني.
ماشي حاضر تمام. لان دي هتبقى حاجه كويسه والناس تعرف انت عمال تقول دونجل، وعايزين نشوف بقى مين دونجل بقى ده لا دونجل بسم الله ما شاء الله، ناس واهدافه. كتير. ده بسم الله، ده لو قلت لك، لو عديت لك على لو عديت لك كام مش هعدي الناس كلها بصراحه. طيب الناس احنا بقى كلها نضطر بقى ايه ننهي الجزء ده تمام. وانت تروح على طول تدور على دونجل. ها، وان شاء الله في الجزء الثاني معانا كابتن محمد يحيى طبعا، حارس مرمى. حارس مرمى نادي اسوان لذوي الاحتياجات الخاصه، الفائز على المركز الاول، وطبعا نجم منتخب مصر واحسن حارس. هو احسن احسن حارس حارس في يعني البطوله. وفي البطوله يعني. الحمد لله يعني. طيب مش عايز اي حاجه قبل ما نختم؟ لا 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 طبعا الحمد لله. طبعا بشكر حضرتك وبشكر القناه وبشكر دكتور اشرف صبحي واستاذ علي شعبان واستاذ عماد رمضان ودكتور حسام دكتور الدين، حسام الدين مصطفى. حسام الدين مصطفى. وبشكر وانا بشكرك طبعاً كابتن وليد ربنا عصام. يخليك، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا كل الشكر والتقدير ليه على اللي هو واقف جنبنا ومساعدنا من فتره ومهتم قوي بالفئه ديت. طبعا مشكورا كل الشكر. ان شاء ونتمنى الله ان شاء الله نحقق له حاجه كويسه الرساله هتوصل ويجي يستقبلنا ان شاء الله زي بقيه الابطال التانيين ونحقق مركز كويس ان شاء الله. إن زي شاء ما الله. وعدتك ان شاء الله. نشارك اي بطوله بتاعت مصر ان شاء الله. شكرا كابتن وليد شكراً عصام، لحضرتك. نجم شكراً منتخب مصر لكرة القدم ونادي بنك الأهلي الحاصل على المركز الثاني في بطولة الدوري العام الأسبوع الماضي. وفاصل أعزائي المشاهدين ونستقبل كابتن محمد يحيى، أحسن حارس كرة قدم لقصار القامة في مصر ولاعب نادي أسوان وبطل الدوري العام.